السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا. مباراة كانت متوازنة. سيراميكا كليوباترا كان عامل مباراة رائعة قصاد الاهلي، كفاية ان هو خرج بتعادل ثمين قصاد اكبر الاندية المصرية والعربية والافريقية ومن اكبر الاندية في العالم. طبعا النادي الاهلي وصل لمرحلة ان هو بقى يخرج متعادل من فرق صغيرة في الدوري. ده حلو للفرق الصغيرة ان بقى فيه منافسة، يعني زي سيراميكا كليوباترا لما تعادل مع فريق زي النادي الاهلي، ده حلو بالنسبه له. كده الفرقه دي مبقتش تهاب الفرقه الكبيره، بقى عندها حب المنافسه، حب الفوز. النادي الاهلي بقى في مشكله كبيره ان هو دلوقتي بيتعادل. النادي الاهلي الناس كانت بتخاف ان تشيل منه اهداف كتير، دلوقتي بقوا بيتعادلوا مع الفرق الصغيره ويخرجوا دون اي مبالاه من المباراه. اللعيبه ادت مباراه حلوه. حسين الشحات قدم مباراة حلوة، الواحد لازم يقول ليه واللي عليه. وعلي معلول قدم مباراة حلوة. برونو سافيو تحس ان هو لعيب مزدوج او عميل مزدوج او جاسوس جوه فرقة الاهلي. كل ما يجي الكورة عنده يخرجها خارج المرمى. كانوا بيلعب دفاع مع فرقة سيراميكا كليوباترا، مش بيلعب هجوم. للأسف احنا بقالنا كذا سنة بنعمل صفقات مش حلوة خالص، كلها صفقات فاشلة. مش زي الأول كان أبو تريكة، بركات، وائل جمعة، كان حسام عاشور. يعني كان في لعيبة حلوة. حسام عاشور كان أيامه كان بيرجع الكورة دايما، بس كان مالي مركزه بخط النص. احنا عندنا برضه خط النص عمرو السولية وحمدي فتحي كويس، بس عمرو السولية أنا بحبه أكتر، لأن اللعيب ده لو أنت ركزت لما تدرس تكتيكات خطة الملعب هتلاقي إن عمرو السولية ده بيشيل فرقة الأهلي فعلا. كان بينزل يسند مع الدفاع وبيبقى بيشارك في الهجوم وبيحاول يتملك خط النص مع أليو ديانج وحمدي فتحي. طبعا كل الفرقة كانت كويسة، بس للأسف احنا خرجنا متعادلين 1-1 مع فريق كيلوباترا. ويا رب الأيام الجاية نحاول نحقق أي فوز. طبعا التعادل ده في صالح أي فرقة تقابل الأهلي، لأن هو كده دخل في المنافسة وبيعتبر من الفرق اللي بتنافس في الدوري. طبعا حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أنا شايفه من أفضل حراس في مصر. حارس عنده لياقة، بنية جسمانية حلوة، تحسه عامل زي الشناوي ابو جبل. فيا رب يكون خير لمنتخب مصر. نيجي بقى للمباراة. كنت قاعد بتفرج على مباراة في الدوري المصري ما بين حرس حدود وطلائع الجيش. للاسف لقيت ان يعني فرقتين زي دول مش كويس اوي، او يعني لو وزناهم في بعض زي بعض تحس ان هم ايه، المستوى واحد. ازاي انت فرقتين مستوى واحد ما بتلعبش للفوز؟ لقيت في فرقة تانية عاوزة تخرج متعادلة. ليه عاوز تخرج متعادل مع انك ممكن انت تحقق الفوز وتكسب؟ مش عارف ليه. يعني انت لما تيجي تقابل الاهلي يقول لك ماشي، بتحافظ على التعادل، اه ده مكسب قصاد فرقه كبيره زي الزمالك او فرقه كبيره زي بيراميدز او اسماعيلي، فاهم؟ لكن انت لما تقابل فرقتين نفس المستوى، ليه انت بتلعب بالتعادل؟ ليه ما تلعبش للفوز انت او هو؟ الموضوع ده برضه غريب شويه. مش عاملين زي الدوري الانجليزي بيلعبوا للفوز. يعني استون فيلا كان مغلوب من فرقه صلاح ليفربول كام 3-1، واستون فيلا بتحاول تكسب او تحاول تعوض وتجيب 2 و3، يمكن يجوا التعادل. بيلعبوا فرق بتلعب لغاية نهاية المباراة، ما بتسكتش. ليه احنا ما عندناش كده؟ خلي في علمكم استون فيلا لو حارس الارجنتين الاول اخد معاهم كاس العالم كان لعب قصاد ليفربول، كان ليفربول هيخرج النتيجة مش حلوة من المباراة دي. والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل ان احنا خرجنا ب3-1 واخدنا اهم 3 نقاط في الدوري. يمكن ندخل المربع الذهبي اللي يأهلنا لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم. مبروك لصلاح، عودة لك للنادي الاهلي. مبروك طبعا سيراميكا كليوباترا على التعادل. ويا رب المباريات الدوري تتفوق وتتألق تبقى احسن من كده.